السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو اول مرة تشوفيني، معاكي اختكم مكرمة صاحبة قناة ماما وكوكي. ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. طبعا زي ما شفتوا كده في اول الفيديو كنت مقشرة بطاطس، ودلوقتي هضرب طماطم في الخلاط، وتعالوا نشوفوا عشان النهاردة جميل خفيف وسهل وسريع. تمام تمام. المهم زي ما انتوا شايفين كده، سلقت مكرونة وهقلي البطاطس وهعمل صلصة، كل حاجة كده. بص، كنت مستعجلة ومستربعة العشاء. ده كان بعد العشاء، بعد العشاء كان بعد العشاء. تخيلوا بقى، كنت لسه جاية من المستشفى. ربنا يشفي كل من كان يا رب. و... وجيت بقى قلت هبتدي ان انا اعمل عشاء. ولعت على الصلصة جنبي تتسبك، وكنت سلقة المكرونة وبقلي البطاطس. وهنعمل كمان جنب مننا كده واحنا واقفين شوية كبدة جبتها وانا جاية، وكل حاجة تمام. حتى جبت الكبدة قلت له حط لي عليها البهارات بتاعتها. انا ما مفيش، مش قادرة ان انا ابهر. تمام. حط لي بقى التتبيلة بتاعتها كده، ورحت نازلة بالصلصة بمعلقة فلفل اسمر والملح بتاعها وسنة من الكزبرة تقريبا. لا، مش هحط كزبرة، هو ملح وفلفل. مش هنفتكس في الاكلة دي يا جماعة، هو سريع سريع لاني فعلا بجد كنت تعبانة وخلاص فاصلة. وهنا البطاطس كانت اتحمرت، طلعتها زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسينيش بقى بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. القناة لسه بدأت تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم، ويا رب تكونوا بتستفادوا منها لو بفكرة واحدة بس. هنا بقى سبت الزيت يسخن تاني عشان خاطر انزل ببقية كمية البطاطس التانية، اهو زي ما انتوا شايفين كده. والف هنا وشفا طبعا اللي كان ليه نصيب ياكل من الاكله الحلوه دي. وبعتذر على صوتي، انا تعبانه شويه بس يا جماعه والله انتوا فاهمين الجو في اسكندريه متقلب جدا جدا جدا. يعني انا حاليا بسجل لكم الفيديو والدنيا نازله سيول بره، فربنا يا رب يعيننا ويقوينا على الجو ده. هنا كان معايا كيلو الا ربع من الكبده. زبت بقى، حطيت شويه زيت كده يسخنوا، واول ما هيسخنوا هنزل بالكبده بتاعتي. زي ما قلت لكم، هي بهاراتها فيها اهي او تتبيلتها فيها، انا مش هتبل ولا هعمل اي حاجه، هنزل بالكبده على طول. ونزلت اهوت بالكبده بتاعتي عشان تاخد صدمه كده حلوه. وهنزل بالعلبه التانية، وهي اساسا كمان كانت متلجه، فهبتدي انا اللي افككها كده بالمعلقه. هطفي وافككها بالمعلقه وارجع لكم تاني. هنا بعد ما فككتها اهوت هسيبها بقى شويه، هي كده تاخد وتدي التشويحه مع النار. ومش هقلبها عشان ما تنزلش ميه ايه كتير، لو قلبتها هقلبها تقليبه بسيطه. وهنا بعد ما الكبده بتاعتي خلاص كانت اخدت لون ودخلت في مرحله السوا، نزلت بالفلفل اللي معايا وهديها تقليبه كده. وطبعا زي ما قلت لكم التتبيله بتاعتها متملحه، مش محتاجه اي حاجه. هي الاكله كلها سريعه في قلب بعضها كده، بس انا حبيت اشاركها معاكم. انا بحب اشارك معاكم كل حاجه عشان انتوا اخواتي واصحابي، واحنا ما يعني اخوات كده. ما بحبش ان انا يعدي فيديو ما اشاركوش معاكم. بصوا، بوريكم ان الفلفل مقرمش لسه وان الكبده استوت. وهنا قطعت طماطم وبهرتها بالملح والكزبره وسنه خل او ليمون لو عندك. وهبتدي بقى اغرف المكرونه. بصوا، من الارتباك، مش من الارتباك، من التعب اللي انا كنت فيه، ما كنتش واعية يعني. حتى ما استعملتش معلقه وانا منزل مكرونه، وكان عندي نوعين مكرونه كل نوع مختلف. ما رحتش جبت نوع تالت، لا حطيت النوعين اللي عندي. بصوا اللي هو ايه، يلا عايزه اخلص، يلا كنت هموت وانام بجد وهم جعانين. يعني انا ما كانش فارق معايا الاكل قد ما انا فارق معايا عايزه انام تعبانه. تمام. انما هم طبعا جعانين، فانا مش هربطهم بيا بقى. هنا اهوت بصوا كنت بنزل اخر حاجه في الصلصه. المهم هنا كنت خلاص خلصت المكرونه بتاعتي، وهحطها على النار. تاخد تشميعه بقى كده، وكل حاجه تخش في بعضها. وبعد كده هغرف الكبده بتاعتي قدامكم اهوت. وكانت اكله جميله وسريعه وخفيفه. الف هلا اللي كان ليه نصيب ياكل حاجه منها. والله كنت فصلت اليوم دوت وكان نفسي اخلص، والحمد لله خلصت على خير وعملت لهم الاكل الحلو ده. الف هنا وشفا على قلبهم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب انا كمان اكون خفيفه على قلبكم. ما تنسينيش بلايك اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. القناه لسه جديده، تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. يا رب يا جماعه اللايك بالله عليكم، الفيديو ما بيرفعوش غير اللايك. المهم، الف هنا وشفا برضو اللي كان ليه نصيب ياخد حاجه ياكل حاجه منهم. وطبعا مش مجمعة من التعب اللي أنا فيه، ادعولي بالشفا بالله عليكم. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه. ومع السلامة.